بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل ريفيو جميل كده. حاجة احنا ناسيينها دايما وما بنعملهاش مع اولادنا. كتاب الاضواء. السنة دي هعمل له ريفيو على التربية الاسلامية. اغلبنا ما بيهتموش غير بورقتين كده الولاد يذاكروهم اخر الامتحان عشان بس الامتحان. ولكن المادة سهلة وبسيطة والكتاب صغير خالص، حجمه صغير مش زي الكتاب العادي. يعني الكتاب العادي بيبقى كده مثلا اهو، ده كتاب يعني فرق كبير خالص في الكتاب. يعني عبارة عن الصفحتين يعتبروا صفحة واحدة، تمام، اللي هي A4. الكتاب صغير خالص، كتاب الأضواء جميل وصغير ولذيذ وبسيط. تعالوا نشوف شارح المادة التربية الدينية بطريقة سهلة وبسيطة. الورق يعني غامق شوية، سعره 75 جنيه، سعره بسيط، فمش حاجة غالية قوي ان احنا يعني نعود ولادنا يبدأوا يذاكروا مادة تربية دينية وكده في كتاب خارجي عبارة عن نقط وجمل وحاجات بسيطة والأسئلة بعد كده ومفردات زي اللغة العربية كده، الكلمة ومعناها والنصوص، وبعد كده معلومات. تمام. وفي بيقول لي ان في تطبيق للاضواء. انا بصراحه لقيت التربيه الدينيه في كتاب الاضواء اكتر كتاب يعني لذيذ وخفيف وما فيهوش تعقيد يعني حاساه لذيذ، يعني حسيته خفيف قوي. كتاب ما فيهوش حاجه، وعباره عن سؤال واجابه سؤال واجابه سؤال واجابه واجابات بسيطه وكلمتين وخلاص. الولاد مش هيحتاسوا، مش هيحتاجوا يحفظوا كتير، مش هيحتاجوا بطريقه كمان الخرايط. الموضوع مش محتاج. الشرح لذيذ والأسئلة كتيرة وصح وغلط واقرأ وجاوب، وأمثلة سهلة وبسيطة. وبعدين في اختبار كمان بعد كده، اختبار سهل خالص، صح وغلط واختيارات ونقط وإجابات، برضو حاجة لذيذة. تمام. ده دخلنا على الدرس التاني نفس الطريقة، تمام، وأسئلة الأضواء سؤال وإجابة سؤال وإجابة، جميل خالص. طيب، وبعدين جايب أنشطة الأضواء تاني علشان يأكد المعلومة. طيب، بعد كده الدرس التالت وقصص وهكذا. طيب، عايزين نشوف ايه تاني في الكتاب من ورا. بعد كل موضوع أو بعد ما خلصنا الدروس في اختبارات اهي. اختبر نفسك، أكتر من تقييم، جزء كبير جدا، ده الدرس التالت. طيب، عايزين جزء التقييمات في الآخر اهو. اختبارات الاضواء على الفصل الدراسي الاول، جايب اختبارات كتيرة جدا 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 وجميلة وطريقة سهلة وبسيطة. وبعد كده امتحان المدارس والادارات التعليمية، محافظة القاهرة للتربية الدينية، محافظة قليوبية، وهكذا. تمام. فانا حاساه ان الكتاب ملم بالموضوع وسهل وبسيط، مش محتاج بعد كده الاجابات من ورا. تمام، اجابات الاسئلة بتاعت كل درس. كتاب جميل، المادة جميلة، مبسطها جدا، بسيطة، مادة تتشرح في يعني في حاجة بسيطة كده. ولكن يعني الكتاب يفتح النفس، بدل ما نجيب لولادنا ملازم ونصور وندوخ وبتاع، لا بصراحة يعني مش هياخد مننا أي درس أكتر من 5 دقايق مذاكرة مع ولادنا. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكتاب، ولو في عندكم أي كتاب محتاجين نعمل ريفيو ليه حطولي في الكومنتات. آم، احنا بنكبر بيكم في القناة، فرأيكم يهمني. معانا في القناة من أول KG1 لغاية جريد 4. آم، اعملوا سبسكرايب ودوسوا لايك لو عجبكم الفيديو ولو عجبكم الريفيو. سعر الكتاب بصراحة عجبني جدا، برضو من الكتب اللي سعرها حلو. ويا رب يا رب بالتوفيق والنجاح لكل ولادنا. مع السلامة.